هجوم إعلام الأهلي الشرس ضد عصام الشوالي بسبب كلمة حق. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة زملكاوي. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا، هو هجوم الإعلام الأهلي على عصام الشوالي. أتمنى منكم أنكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم. المشكلة بدأت في مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهي أول مباراة في مصر اللي هي كسب فيها الأهلي 2-1. وأثناء المباراة لما كان عصام الشوالي بيعلق قال كلمة واحدة، قال إن الدوري المغربي دوري محترم جدا، ونادي الوداد ما عندوش ولا مباراة مؤجلة، بينما الوضع في الدوري المصري مختلف. مع تأجيلات الأهلي الكتيرة الدوري في مصر ساهل ماهر. هو هنا نقد الدوري المصري. بعدها حدث هجوم شديد على عصام الشوالي. اول واحد هاجمه كان مهيب عبد الهادي اللي هو بيشتغل في قناة الMBC، بيقول لعصام الشوالي الاهلي هو اللي شارك يا عصام الشوالي. وبعدين كان قاعد جنبه كمان اكرامي وهو قال له هو معلق غير محايد. بعد كده طلع عادل القيعي بيقول اصل هو خد اللي عايزه من الاهلي. طيب انت يا مهيب عبد الهادي ما تعرفش ان عصام الشوالي من اعظم واحسن معلقين اخر 20 سنة في الوطن العربي؟ وبعد كده يجي مهيب ويقول لك الاهلي هو اللي عمله ازاي محدش عارف. وبعد كده عادل القيعي يقول لك ايه، اصل هو خد اللي عايزه من الاهلي. هو خد ايه؟ ولا هو كان عايز ايه من الاهلي؟ برضه محدش عارف. ثانيا اللي محدش يعرفه ان عصام الشوالي ده بيميل الى الاهلي. وقبلها كمان كان خرج علينا مين؟ ابراهيم فايق في قناة الأون سبورت بيعمل هجوم شرس على المعلق عصام الشوالي. ليه ابراهيم هاجم عصام الشوالي؟ هل علشان يتقرب من جمهور الاهلي ولا علشان يرضي رؤسائه؟ اولا عصام الشوالي هو اكثر المعلقين حيادا، وبيعطي كل فريق حقه وبيعطي كل حدث حقه بالكامل. طيب ابراهيم هاجم عصام الشوالي ليه؟ بسبب جملة واحدة هو قالها، ان الوداد بيلعب في بطولة منتظمة وقوية وبيلعب في مواعيدها، عكس النادي الاهلي بيلعب في بطولة غير منتظمة وبطولة بلا جمهور. هل ابراهيم يقدر يقول ان فيوتشر للمرة 50 بيحصل على مجاملات فجة واخرها انبي؟ ما يقدرش. هل هذا الدور يا ابراهيم مفيش احترام للوائح؟ والدليل على كده اللاعب اللي عليه عقاب من 4 شهور ولم يتعاقب للآن اللي هو كهربا. طيب فين بقى احترام للوائح والقوانين؟ مفيش اي احترام للوائح ولا القوانين. هذا الدوري يا ابراهيم فيه 10 فرق شركات. فين الجمهور الشرس ده؟ جمهور سينما وهزلي ومضحك. فين الجمهور ده؟ ده جمهور اللي كان في مباريات الاهلي والوداد، ده جمهور كومبارس، ده جمهور سينما. هذا الدوري يا ابراهيم، هذا الدوري دوري فاسد وخلق مناخ فاسد. هو انت ما تعرفش كده؟ ده بالنسبة للهجوم الشديد اللي حصل من الاعلام الاهلاوي على عصام الشوالي. ده كان بالنسبة لموضوع النهاردة. أتمنى أن الموضوع ده يهمكم ويعجبكم. هو طبعا موضوع صغير جدا، ولكن الموضوع أنا حبيت أتكلم فيه لأن أنا حاسس أن الموضوع ده واخد أكبر من حجمه. ألف شكر يا جماعة. أتمنى أن الموضوع يكون عجبكم، وأتمنى منكم تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. السلام عليكم.